طبعا كلنا داخلين على ايام الجو بدأ يتغير وبقى يجي لنا برد وعطس والكلام ده. فهقول لكم على حاجه بسيطه قوي تقدروا تعملوها في البيت تحمينا وتحمي ولادنا من الزكام ومن البرد. طبعا احنا هنا في المركز بنعمل تركيبات من مختلف انواع كتير قوي من الاعشاب بنحطها مع بعض عشان تعالج البرد والزكام. بس انا هقول لكم على اسهل حاجه موجوده في كل بيت نقدر نعملها. حبه البركه، اكتبوا ورايا، حبه البركه والزنجبيل والبابونج، ولو في برضو عرق سوس يبقى هناخد ربع معلقه صغيره. الطريقه ازاي؟ هنجيب لتر ميه ونحط، لو انتوا هتعملوا للبيت كله اللي هي لاولادي كلنا، هنعمل مثلا لتر ميه ونحطها على النار ونحط معاها نص معلقه حبه البركه، نص معلقه زنجبيل، وربع معلقه كركم، وربع معلقه بسم الله الرحمن الرحيم قرنفل، وبردقوش لو في بردقوش معلقه كبيره بردقوش. تمام. وهنغلي المكونات دي كلها مع بعضها ونصفيها ونحليها بعسل او بسكر ونشرب ولادنا كلها منها. كمان البابونج، لو في بابونج متوفر معاكم ممكن تحطوا نص معلقه بابونج، مفيش يبقى خلينا نكتفي باللي موجود. اي حاجه من المكونات دي موجوده ليها فوائد حلوه قوي للبرد. بتقوي المناعه، بتحسن الوظائف بتاع التنفس للرئتين والحويصلات الهوائيه للصدر، وبتنشط الجهاز المناعي، فهتحمينا واولادنا من الزكام والعطس والبرد. ان شاء الله الى اللقاء، وهقول لكم على تفاصيل في وصفات تانيه جديده.